قضيت من المؤبد هذا 30 سنة، الآن 31 سنة. هذه ما تحتاج إلى شكر. الآن أنت تعرف لما تجيك، شفت اليوم كيف يا وليد خرجتوني من الدرج؟ كم رجل؟ 4 رجال يخرجوني من الدرج. أنت تلبس ثوبك، تلبس حذاءك الله يكرمك، وتخرج من الدرج وبدون شعور. أنا أحتاج من يلبسني، من يأكلني، من يخرجني على الكرسي. جزاه الله خير أشرف، الله يجزاه عني خير في نقلي وفي. ف4 رجال يحتاجون عشان يخرجوني من درج، وانت بنعمة الله تنزل بدون ما تشعر. طب قلبك هذا من اللي يحركه لك؟ حركة غير إرادية. لو وقف لحظة انت تموت 4 دقائق، خلاص انتهى. فيا احبابي نعمة الله يكرمك، البراز والبول. انت تتكلم عن البول الآن، أنا جربت ألم كثير. تخيل، من الآلام اللي جربتها في يوم من الأيام كانوا يدخلوا لي أكل من خشمي في المستشفى في يوم، وكانوا يحطوني أكل مطحون في إحدى المستشفيات. يطبخوا الأكل ويطحنوه ويحطوه ربع ساعة، اللي فوق يبرد اللي تحت حار. كانوا يحطوه في الإبرة يدخل في بطني يحرقني، والممرضة ما تعرف، وأنا أسوي لي حرارة في جسمي، فسوالي قرحة. في يوم يغيروا اللي في خشمي، حسيت زي شكة الألم في بطني. بعد ساعة كده لو أنا أستفرغ دم، أشوف الدنيا ضباب، و24 ساعة وأنا أستفرغ دم. أعطوني 24 قربة دم، وهي كم وهي تخرج مني، أو 36 قربة دم، و14 24 صفائح دموية. فأثناء النزيف قرروا لي عملية استكشافية من 1 إلى 5%. قالوا لأبويا ولدك ميت، وأمي راحت مكة، أبويا نزل المسجد. أنا أسمعهم الآن. قرروا لي عملية بدون بنج، 32 غرزة ببطني. تخيل، لأنه ما في دم، وبدون دم البنج يسبب جلطة ممكن تموت. وشقوا لي بطني 32 غرزة وأنت في وعيك غير مخدر. أنا بس مغطين عيوني ما أشوفهم، لكن أسمع أصواتهم وأسمع. يمين بات الله رأيت كابوس فيها، إنهم يأخذوني بجسدي كامل، يدخلوني وسط فرامة لحم، تفرمني من رجولي إلى راسي بالألم. كيف؟ ونجحت العملية. والله هذه عندي الألم هذا ما يسوى ساعة واحدة لو انحبس عليك البول. يمين بات الله لو انحبس البول، لو عندك كنوز الدنيا كلها، لو يخلعوا لك أسنانك سنسن ما تشعر بالألم من حبس البول. ترى أخوانك المعاقين ترى يعانون إذا دخلوا الحمام. فأنت أشكر نعم الله عليك، ولا الله يستبدل قوما غيركم. حبيبي شيخ عبد الله.